منور الدنيا يا فنان، والمنطقه كلها حطيت النهارده. الله يخليك يا وائل، عامل ايه؟ الحمد لله. توأم وعنده نفس طبقة صوته، عامل تكميم معدة، واللبنانية دومينيك حوراني تبقى صاحبته الروح بالروح، بيعمل نفس حركات، ولو غنى هينافسه ويقعده في البيت. صورة طبق الأصل منه شغال سواق توك توك، لكنه شاطر في التمثيل وعايش في منطقة شعبية وغاوي شهرة، وحلم حياته يبقى ممثل مشهور. أسرار عن توأم المطرب الشعبي محمود الليثي، ازاي قلب السوشيال ميديا في أول ظهور ليه. يا ترى ايه هي أبرز أسرار حياة توأم محمود الليثي؟ ايه موقف محمود الليثي من ظهور توأمه على السوشيال ميديا؟ تفاصيل القصة كلها تعرفوها معايا في الفيديو ده، لكن لو عاوزين تعرفوا الحكاية كاملة تابعوني للنهاية. سبحان الله، معقول في حد شبه حد بالشكل ده؟ متخيلين حد يكون بنفس الصوت والحركات والملامح وكمان شكل الجسم والطول؟ ده كان رد فعل الناس لما شافوا وائل شيبة المطرب الشعبي اخوه محمود الليثي، واللي بيقولوا عليه ده اخوه توأمه المتلاصق، كمان يستحيل يكون الشبيه بتاعه. وائل خد من روح الليثي في الشكل والاداء والحركات واللازمات، ما خلاش حاجه ما عملهاش، نسخه طبق الاصل منه، وحقيقي صعب تفرق ما بينهم خالص. ومن اول ما ظهر على التيك توك عمل قلبان كبير قوي بين الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، محدش مصدق خالص انه مجرد شبهه، وبيقولوا لا مستحيل يكون ده شبيه الليثي، دول اكيد اخوات. تخيل بقى تشوف اخوات محمود الليثي الحقيقيين من ابوه وامه، تلاقيهم ما جابوش غير ملامح بسيطه منه، انما ده جايب صوته وكل حاجه فيه نسخه منه. لكن الحقيقه يا جماعه بتقول ان وائل ده مش توأمه المتلاصق، ده كل واحد منهم من اب وام مختلفين، وده مجرد شبه ما بينهم وبس. الحقيقه الاكبر ان وائل استغل الشبه اللي بينه وبين محمود الليثي احسن استغلال، علشان يتشهر زيه ويبقى يعمل اي حاجه ممكن تخلي الناس تصدق انه شبه الليثي فعلا. يعني عندكم مثلا عمل تكميم معده علشان يخس ويبقى فيه نفس الشكل جسم الليثي الحقيقي، ده حتى كمان عامل نفس حلقه الشعر وكمان الدقن. تخيلوا انه فوق كل ده كاتب الاكونت بتاعه نفسه ليثي الغلابه، وبيفرح قوي لما حد بيتلخبط وبيقول له والله افتكرتك المطرب محمود الليثي، وبيرد عليه بإيموشنات ضحك، فرحان جدا بقى انه شبه شخصيه مشهوره وكده. واللي ما تعرفوش بقى ان وائل شخص غلبان على قد حاله، شغال سواق توك توك ودايما بيظهر بيه على التيك توك، يعني من الاخر مش مكسوف من شغلانته وفخور انه بيجيب لقمه عيشه بعرق جبينه وبياكل ولاده لقمه حلال، ما هو متجوز ومعاه ولاد لسه صغيرين، وكمان هو مهووس بالفن وشاطر في التمثيل، وحلم حياته يتشهر ويبقى ممثل معروف ويشارك في اعمال فنيه. بيسعى وائل مع نفسه وبيعمل فيديوهات بسيطه بيصورها في قلب منطقته الشعبيه اللي هي المرج، يعني حبه مع صحابه على حبه ابتكارات كده لزوم الشهره والانتشار، وبيقدم في الفيديوهات دي سكتشات كوميديه. والمفاجاه انه ظهر في فيديو مع الفنانه اللبنانيه دومينيك، وكان واضح قوي من الفيديو انها تعرفه في صداقه ما بينهم. اما بقى عن رد فعل محمود الليثي من وائل فهو ما علقش خالص لحد دلوقتي، تقريبا كده مش حابب يتكلم، لانه لو اتكلم عنه او نشر فيديوهات ليه مش هيخلص، وهيلاقي كل ثانيه حد بيقول له نشبهه، او ممكن يكون هو لحد دلوقتي ما شافش وائل ومفيش اي فيديو ليه وصل لليثي ده، لان اصلا محمود الليثي معظم الوقت عنده حفلات وكده، او مهتم بالسوشيال ميديا، ويمكن في اي وقت يصادف فيديو من بتوع وائل. بس تفتكروا ممكن يكون رد فعله ايه لو حصل وشاف شبيهه؟ جمعوا كل توقعاتكم بقى واكتبوها لي في التعليقات.